في وقت لما تصحى فيه تحس انك غلطان انك صحيت. في الغالب ان الناس فاكرة ان الوقت ده بيبقى الساعة 12 او واحدة بالليل، بس الوقت اللي انا بتكلم عنه هو الساعة 3 الفجر. الناس بتسميها ذا ديفلز هور او ايا يكن نطقها ايه، لكن المهم ان انا بسميها لحظة الخروج من الجسد. انا عفروتو، دي الحلقة الرابعة من ملف القرين. ما تنامش دلوقتي لان اللي هتحسه بعد شوية هيصحيك طول عمرك. زمان في فولكلور في أوروبا كانوا بيقولوا إن الساعة 3 دي مش وقت، ده عبارة عن باب بيفتح ما بين عالمنا والعالم التاني، والعالم ده ساكن فيه كائن على حسب المعتقد بتاعهم اسمه الظل اللي يشبهك، أو من الآخر يعني ببساطة كده القرين. وفي الإسلام ده وقت الجن، وقت الشياطين. في حكايات بيقولوها الروحانيين إن في الوقت ده ساعتها القرين بيقدر إن هو يتشكل على هيئتك انت. ومعانا حكاية بتتكلم عن شاب اسمه أدهم من اسكندرية، بيحكي إنه صحى الساعة 3 الفجر، حاول يتحرك بس جسمه ثابت، عينه كانت مفتوحة وبصين على المراية. شاف في المراية منظر يشيب الشعر. هو كان نايم على السرير بس انعكاسه في المراية كان واقف، نفس النسخة منه، بتيشيرته بشكله بوقفته كل حاجة. والنسخة اللي منه دي كانت بتتحرك لوحدها من غير ما هو يقف قدام المراية ويعمل أي رياكشنات. وأول ما قدر يقوم طلع يجري على النور، بس المراية بقت فاضية. من ساعتها كل ليلة الساعة 3 الفجر بيصحى قبل الأذان، مش عشان هو عايز يصحى، بس هو في الوقت ده بيبقى متراقب. الحكاية التانية لبنت اسمها نهى، صحت برضه الساعة 3 الفجر، بصت على الساعة اللي في أوضتها، عقرب الثواني كان واقف. كل حاجة حواليها كانت هادية زيادة عن اللزوم. قامت شربت مية عادي ووقفت قدام المراية. وشها ما كانش وشها، عينيها ما فيهاش أي حاجة تدل إن العين دي عيون بني آدم. خافت وبدأ يجيلها إحساس إن هي ضيفة في جسم مش جسمها. بعد يومين بالظبط بدأت تحلم بنفسها، بس مش هي يعني، واحدة زيها واقفة في البلكونة وبتبص لها وتضحك. وفي فيديو كانت مسجلاه، ورجعت الفيديو من أول عشان تسمع أي صوت، بس شافت حاجة تانية. انعكاسها كان بيتحرك وهي واقفة ثابتة ما بتتحركش. ومن يومها كسرت كل المرايات اللي في البيت. بصراحة كده من وجهة نظري إن الساعة 3 الفجر ده مش مجرد رقم في التوقيت، ده توقيت بيختار مين يصحى ومين يفضل نايم. القرين ما بيحتاجش يتكلم، بس هو ممكن يقلدك، يحاكيك بمعنى أصح، لحد ما يسرق مكانك، وانت هتبقى مجرد انعكاس ليه، مش هو الانعكاس ليه، واقف جوه المراية وبتتفرج عليه. لو صحيت الساعة 3 الفجر وبصيت في المراية، يبقى ساعتها شوف مين هيبصلك. أنا عفروتو، ودي كانت الحلقة الرابعة من ملف القرين، والحلقة الجاية هتفتح باب أخطر بكتير. هنتكلم عن قرين الميت، لما الشخص اللي مات يرجع يتكلم بصوته. ولو في مرة صحيت في الوقت ده، ما تتحركش، خليك ثابت وخليك نايم، خليه يفتكر ان انت لسه نايم ما قمتش.